تعالى صاحبي، تعالى بس ما تقلبش، تعالى والله العظيم هغير لك حياتك وهغير لك المود بتاعك. بس اللي انا عايزه منكم ان انتوا لازم تيجوا معايا الرحله العالميه الجميله دي. رحله ايه يا عم احمد؟ الرحله دي بقى رحله مختلفه. احنا رحنا رحلات كتير جدا واتنططنا كتير جدا. الرحله دي بقى رحله مختلفه. الرحله دي هتلاقي فيها قلبك. كل يوم لازم تلاقي فيه جديد في حياتك. صدقني حياتك هتتغير وعمرك هيختلف. ما تروحش بعيد وانت ما تروحيش بعيد، وتعالى اما نشوف الرحله دي ايه. بص يا صاحبي، تعالى كده اما نتفق ان من اعجب واروع واجمل وامتع الرحلات اللي ممكن تطلعها في حياتك هي رحلتك ورحلتك لطلب العلم. يا سلام، دي اعجب الرحلات. اي والله، اعجب رحله ممكن تقضيها في حياتك وممكن تقضيها في عمرك هي الرحله اللي تتعرف فيها على رب العالمين سبحانه وتعالى. الرحله ده يا جماعه زي ما قلت لكم هنلاقي فيها قلوبنا. كل يوم لازم تلاقي فيه جديد. لازم قبل ما تحط دماغك على المخده الوساده لازم تلاقي قلبك مطمئن كده وتنام في خير ليله. والله العظيم يا جماعه، اللي ربنا سبحانه وتعالى ييسر له سبيل طلب العلم يبقى يسر له خير كبير جدا 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 جدا. يا سلام، يعني انت عايز تقول لنا ان احنا لو طلبنا العلم يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى اراد بنا خيرا؟ اي والله. طب انت عرفت منين بقى يا عم احمد؟ عرفت من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايه؟ افتح قلبك كده وافتحي قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، انا عايز الحديث ده يا جماعه يدخل على القلب كده. افتح لي قلبك قوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من يريد الله به خيرا، تعمل معاه ايه يا رب؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله، يا رب فقهنا في ديننا يا رب. يفقهه في الدين يعني ايه؟ يعني يفهمه الدين، يعني يعلمه الدين. لذلك كان لازم نعمل الرحلة دي. انت عارف الرحلة دي ايه؟ رحلة دورة البناء الشرعي. بص يا صاحبي، لو انت حاسس ان انت بعيد عن ربنا وما تعرفش عن ربنا كتير الدورة دي هتنفعك. لو انت حاسه ان انت جريئه جدا في المعصيه وعندك كسل في فعل الطاعه الدوره دي هتوفقك جدا في كل ما تريديه يقربك من ربنا. لو انتوا حاسين ان انتوا عايشين في الضلمه ونفسكم تعيشوا في النور الدوره دي هتفرق معاكم جدا 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 جدا. دوره البناء الشرعي. الرحله دي يا جماعه هنقضيها مع بعض. هناخد ايدينا في ايدين بعض وهنساعد بعض وهنتعاون مع بعض وهنحفز بعض وهنتناصح مع بعض لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يرضى علينا جميعا ويدخلنا كده كلنا الفردوس الأعلى. أنا اسمي أحمد العزب، سعيد جدا ومبسوط وفرحان إن أنا أبقى خدام ليكم في الدورة دي. إن إحنا هنعيش مع كلام الذي يوحى إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أعلى عنه إيه في القرآن؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله نور، عليه نور كده وعليه راحة وعليه رحمة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام. انت عارف ان بعض الآباء مثلا ممكن يقولوا لابنهم أو لبنتهم احنا عايزينكم تمشوا مع فلان الفلاني. ليه؟ يا عم ده كلامه كله حكم، ده كلامه كله نور، ده ما بينطقش كلمة غلط. كل الكلام اللي هو بيقوله كلام موفق. طب بالله عليك وبالله عليك، ما بالكم بكلام سيد الأنبياء وسيد الحكماء صلى الله عليه وسلم. في الدورة الجميلة دي هتعيشوا معايا مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سماعا وحفظا وشرحا ودراسة وتطبيقا على أرض الواقع. هيبقى معانا برضو الحبايب كلهم. هيبقى معانا الشيخ محمود هاشم، هتعيشوا معاه في السيرة النبوية. هيبقى معانا الشيخ أحمد المنجي، هتعيشوا معاه في مادة العقيدة. هيبقى معانا الشيخ أسامة الزناتي، هتبحروا معاه في مادة الفقه. بص من الآخر، الرحلة دي رحلة مختلفة خالص. الرحلة دي يا جماعة رحلة هنقضيها من أولها لآخرها في رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. هنتعلم وهنفهم وهنطبق وهنستمتع بالحياة. هنتعلم وهنفهم وهنطبق وهنستمتع بالحياة. صدقوا بالله العظيم أنا أحبكم في الله.